وتسود حالة من التوتر والقلق في الأوساط البيئية والفلاحية بإقليم طاطا بجهة سوس ماسا إثر ظهور أسراب من الجراد في الأيام الأخيرة تتحرك على مساحة مهمة وداخل بعض البيوت. وطالبت الساكنة بالتدخل من أجل متابعة وتقييم تطور وضعية الجراد في الإقليم من أجل وضع خطة وتدابير استعجالية للقضاء على أسراب الجراد لتفادي إلحاق أضرار بالغة بالغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية بالإقليم. وبحسب مصادرنا فإن السلطات المعنية برمجت حصصاً لرش المبيدات باستعمال الطائرة في عدد من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة استعداداً لاستقبال أسراب الجراد الصحراوي القادم من الشرق والجنوب. ووفق ذات المصادر فإن المناطق المعنية تهم فكيك، بوعرفة، بوعنان، بودنيب، الرشيدية، ورزازات، زكورة، المحاميد الغزلان، طاطا، فمن لحسن، آسا، زاك، السمارة، الحوزة، جديرية. ودعت تعاونيات فلاحية إلى أخذ الاحتياطات قبل الشروع في رش المبيدات من قبيل حماية المواشي والمناحل لتجنب تعرضها لأي آثار جانبية، والإبلاغ الفوري عن أي تحرك لأسراب الجراد للجهات المختصة. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة شهدت مناطق الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا موجة غير مسبوقة من اجتياح الجراد الصحراوي الذي اجتاح الأراضي الزراعية في ليبيا قبل أن ينتقل إلى تونس والجزائر، مثيراً حالة من القلق العميق بين المزارعين والسلطات البيئية